السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على القناة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غدا نبارطاجي معكم واحد الحريشات اللي كيجيو أكثر من رائعين، وغدا إن شاء الله تشوفوا معايا الطريقة والمقادير مضبوطة إن شاء الله، وتشوفوا معايا شحال ديال الحبات اللي خرجوا لينا بالنسبة للأخوات اللي كيبغيوها كيخدموهم لي كوموند. وغدا نقول لكم حتى الثمن باش كندوز هاد الحريشات، كيجيو اكثر من رائعين. وهاد الحريشات راه مطلوبين عند الكليان ديالي. ولكن يعني هاد الخدمه ما خدمتهاش كوموند، خدمتها غير لوليداتي. وغادي ان شاء الله نذكر معكم داخل الفيديو فين كنت واجد انا وفين دوزت العطله انا ووليداتي. ان شاء الله كل شيء غتشوفوه معايا داخل الفيديو. هنا بسم الله على بركه الله عندي واحد الاناء هكا فاش غنخدم هاد الحريشات ديالي. درت فيه واحد القبيصه ديال الملحه. عندنا كاس ديال السكر حبيبات، يعني السنيده نخدموا بها تكون من نوع رقيق باش الوصفات ديالنا يجيونا ناجحين. وعندي جبيضات بحراره المطبخ، وعندي كاس معامر ديال الزيت النباتي، وعندي كاس ديال الحليب اللي عامر مزيان، حليب تا هو بحراره المطبخ. عندي كاس ديال الكوك، يعني الكوك يكون ميدم من النوعيه الجيده، كنعرفوه بالثمن ديالو، كيكون الثمن ديالو مرتفع شي شويه وكتكون فيه رائحه الكوك، يعني الريحه ديال الكوك منباع ثمنه بشكل كتير. هذا هو الكوك اللي كنعرفوه النوع ديالو زوين. هنا كنشوفوا معايا انا جمعت المكونات كاملين، وغادا نحركهم مزيان مزيان مزيان، يعني حتى يندمج ليا جميع العناصر ويختفى داك البيض مع الزيت، كتختفي داك السنيده ما تتبقاش تبان لينا نهائيا. كنبقى كنحرك على هاد الطريقه. وغادا نزيد السميده عندنا مغربله. هنا تشوفوا معايا كاس عامر، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا المقدار ديال السميده، يعني المقادير ديال السميده مضبوطه، شحال خدات لينا هاد الحريشات ديال السميده بالقياس نتوما غتشوفوا، حيت السميده كتشرب وكتختلف النوعيه ديالها، غادي تشوفوا على حسب الخليط. يعني حنا عندنا الخليط خاصو يبقى خفيف شي شويه، بحال كيتلصق في اليد. عندي الكاس الثاني، ودائما نغربلوها باش نتاكدوا ان ما فيها حتى شي شوائب ولا شي حاجه. ضفت الكاس الثاني، والكيسان راه شفتوا معايا مقوبين، يعني الكاس عامر مزيان. غنزيد الكاس الثالث، وغدا ان شاء الله نحرك المكونات مزيان. وغنزيد الكاس الرابع. نتوما اخواتي يمكن لكم ديروا 3 ديال الكؤوس، وداك الكاس الرابع تبقاو تضيفوا منه بشويه بشويه، يعني وتقدروا ديروا كاس لاروب، يعني الكاس الرابع تقدروا ديروا منه غير كاس لاروب ولا نص كاس. المهم كتبقى على حساب السميده واش كتشرب ولا ما كتشربش، يعني هي خاصها تبقى خفيفه هكا كتلصق في اليد. شفتوا معايا القوام ديال العجين كيفاش داير. هنا عندي واحد الكوك اللي كان شاط ليا، يعني خديت 5 دراهم ديال الكوك، درت منها الكاس عامر وشاط ليا هاد شويه، زدت عليه السميده رقيقه، وغادا نحركهم. هما فاش غادا نفندهم ان شاء الله دوك الحريشات، يعني الخليط اللي غنفند فيه الحريشات ديالي فيه السميده والكوك. كنكوروا الحريشات ديالنا على هاد الطريقه، يعني كتكوري الحريشه ديالك على فراغ، يعني بدون سميده بدون تفنيد. عاد كنكوروها عاوتاني في السميده مع الكوك، لاننا الا كورناها من الاول في السميده والكوك راه غادي يدخلوا لينا بالداخل ديال هذيك الكره، فبالتالي ما غاداش تشقق لينا مزيان وغتجينا بحال مدقصه من الداخل. يعني كنكورو. هنايا صافي كيف ما شفتوا معايا استمريت على نفس الطريقه ودرت فيهم 60 غرام في الحبه. يعني هاد الخليط اللي شفتوا معايا ديال ربعه الكؤوس ديال السميده مع كاس ديال الكوك عطاني 16 حبه، يعني 16 حبه بوزن 60 غرام. وهادو راه تندوزهم في لي كوموند ديالي ب3 ديال الدراهم حتى ل3 دراهم ونص. علاش؟ راه فيهم الحليب وفيهم الكوك من النوعيه الجيده، وبعض المرات كيكون فيهم عصير البرتقال، يعني راهم مقومين ولذاذين. ديناهم الفران هنا غير ديال الزنقه. الفران يكون سخون مزيان وكيطيبوا بحال شكل الغريبات. شوفوا معايا كيجيو متشقين وكيجيو اكثر من رائعين، كيجي فيهم داك الشكل بحال ديال الغريبه، كتجي كلها مشقه وكتجي هشيشه ومقرمشه من الخارج وهشيشه من الداخل. وكما قلت لكم كيجيو المذاق ديالهم رائع جدا وكيعجبوا الوليدات الصغار.
وبالنسبة للأخوات اللي تيخرجوا لي كوموند راه ذكرت لكم الثمن، كانت يتراوح الثمن ديالهم ما بين 3 دراهم حتى ل3 دراهم ونصف للحبة الواحدة. لأن هما كيف ما شفتوا معايا راه هما مقومين وفيهم السميدة اللي دايرة الثمن، يعني ما داخلش فيهم الطحين. كاينين واحد الحريشات اللي كندخلوا فيهم رابعة ديال الطحين، هادوك تيكون شوية الثمن ديالهم ناقص، كيوصلوا 2 دراهم ونصف للحبة، هو تمن البيع ديالهم. هادو حيت فيهم غير السميده بوحدها وفيهم الكوك. شوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو هشاشين وكيجيو منفوخين بحال الشكل ديال شي كيك. نتمنى الفيديو عجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيع، الله يجازيكم بخير. بالنسبه للاخوات اللي كيلتحقوا بالقناه لاول مره، كنرحب بكم، ويعني ما تنساوش تفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. كنشكر الاخوات اللي كيشجعوني وكيخليو ليا تعاليق زوينه وكيشجعوني بالبارطاج وبالتعاليق الزوينه، كنقول لهم شكرا شكرا جزيلا، الله يرحم لكم الوالدين على التعاون ديالكم مع القناه. هنا انا كنتواجد في مدينه ديال سي الطيب اللي كتواجد حدا مدينه القنيطره وحدا الرباط. ديت وليداتي هكا، يعني كل سنه في الصيف كنجيب وليداتي البحر ديال هاد المناطق، كيعجبني بزاف. كنوع عليهم، مره كنديهم البحر ديال الرباط، البحر ديال الودايه، مره كنديهم البحر ديال القنيطره، مره كنكتفي وكنهبطوا البحر ديال سيدي الطيبي اللي كيتواجد كما قلت لكم. هاد سيدي الطيبي كيتواجد حدا مدينه القنيطره، كيسكن فيه الوالد ديالي. يعني بالنسبه للناس اللي هكا اللي قرابين مني بزاف، الاخوات اللي صحاباتي والناس ديال العائله، راه ما كيعرفوا بان الوالد ديالي ما كيعيش مع الوالده. هما الوالدين ديولي يعني على قيد الحياه، الله يخليهم ليا، وعزازين عليا بجوج وما كندوزهمش بجوج. الا هما كل واحد كيعيش بوحدو، يعني هادو مشاكل عائليه، يعني كاع العائلات كيكونوا فيهم بحال هاد الحويجات. المهم باش نحترموا الخصوصيه ديال العائله، كل واحد كيعيش بوحدو، والحمد لله الحمد لله على كل حال. يعني هذا الشيء كيكون مكتاب على الانسان، يعني بعض الحوايج مكتاب عليه انه يعيشهم، كيكون ما منهم هروب. فانا ما كندوزش الوالدين ديالي بجوج، عزازين عليا بجوج. كل سنه كنجي عند الوالد ديالي، كنجيب وليداتي. كيف ما لاحظتوا معايا في اول الفيديو فاش كنا كنصايبوا في الحريشات، راه يعني شفتوا معايا في الصوره راه ما كنتش كنصايب فين في المطبخ ديالي. هذا علاش شرحت لبعض الاخوات اللي غيتسائلوا معايا. المهم نتمنى الفيديو عجبكم وينال الاستحسان ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.